بقى ايه؟ تعمل ايه؟ حبايب قلبي ازيك عاملين ايه؟ وحشتوني. ابو بدر بقى بص هيعملوا لنا التصليحات اللي في البيت النهارده. متقدرين يعني متقدرين بصوا بقالي سنتين متجوزه وما حصلتش معايا. عشان الشفاط يعني. مينفعش. ابو بدر انت بتعمل ايه؟ عايز نفك جيم. اوعى يا بدور اقعد. وريني كده. ده إيه بقى؟ نفك صليب. صليبه ما كان موجود. استنى كده. بصوا بقى يا جماعه انا هنزله. يا لهوي الفيران بقى. لا حالا ده انا هعمله معانا حالا. هعمله حالا. بصوا يا جماعه دي عايزه اقول لكم ان ده على المسقط. لو سبته بقى كده ممكن حاجه تخش. فهو بقى ايه هيعمله لنا دلوقتي ونشوف هيعمل فيه ايه. هاتيلي بس العده في العده. جايب الكرسي بتاع يا ابني بص ايه بقى؟ هفكه. المشروب بتاعك كله زيت ازاي؟ السوسته بايظه وكله بايظ، لازم يتغسل. يعني انت بقى هتعمله لنا يتغسل ايه؟ هو يا جماعه انا عايزه اقول لكم هو الشفاط اللي هو ده بيتفك يتغسل الموتور والحاجات دي. لازم ايه؟ انا بفك الشفاط اللي هو التاني. لازم ده الشفاط اللي هو الوش اللي هو المروحه والبتاع اللي على الوش، لكن الموتور والحاجات دي ما بتتفكش. دي تبقى من ورا. ده مين الكلام ده؟ الكوبايه دي شيلها هتتكسر. في حبيبي لو زعلان البحر هناك. الكوبايه هتتكسر. حبيبي لو زعلان البحر هناك مليان. اشرب على قد ما تشرب واشرب حبة كمان. حبيبي لو زعلان. هو انت جايب العده بتاعتك والولاعه والبحر هناك زعلان. ابتديتنا بقى نغلط في الأغنية وبصي لخبطنا الدنيا. انا خايفه الصراحه تيجي تكحلها تعميها. ليه؟ لا انا خايفه تكحلها تعميها. تيجي تكحلها تعميها. ده مين قال الكلام ده؟ انا خايفه عشان ده اللي بيحصل. فك الموتور. انا فكيت الموتور. ايه ده اللي فكه؟ ايه يعني اللي فكه؟ ايه يعني؟ طب يا جماعه في هنا ابو بدر بقى يشتغل لنا ايه؟ بصوا سباك كهربائي ونجار، عشان في شويه تصليحات كده في البيت عايزه تتعمل. بعدين عارفين هو ما عملش الشفاطه لما قلت له مانيش عامله اكل. انا مانيش عامله اكل الا لما تعمل الشفاط، عشان لا ما ينفعش في الدهون وقفت على الحيطه والله على السيراميك. يا بنت عادي. يعني فهمني هو ده الموتور؟ والله ده الموتور وانا شغال في حاجه تانية. امال يعني هيتعمل في ايه؟ انت بتعمل في ايه؟ هو الموتور هيتغسل؟ هفتحه. تفتحه ليه بقى؟ عشان الجلبه جوه البليه نفسها. مالها؟ عايز تزيت. عايز تزيت؟ وانت هتزيتها منين؟ هتزيتها منين؟ عايز تتغسل يعني عليها شحوم. يعني عايزه تتزيت يعني عايزه تتغسل. طب يعني انت عارف تخلعه ولا مش عارف؟ انا بشوف له فتحه افتح. اقول لك انا بشوف له فتحه افتحه من. يا نهار ابيض هيبوظ الشفاط. لا ربنا هيبوظ.
الشفا. مش هقول لكم هيجي كحالة هيعملها والله العظيم. هي دي. بص هو ده ابو بدر. يا ابني عندك خبره كافيه. هو ده ابو بدر. عرفت فتحه؟ شفت فتحه تفتحه؟ ما هو المشكله الموتور لازم مفهوش. يعني الموتور بصي 100 100 مية مية. زيت ايدي وشحم ايدي وروق الدنيا. ما هي الشفاطات كلها كده. عايز افتحه مش ما هو دي عارف. الدهون بقى بتاعت الكوبيبه والبتاع المحشي والممبار اللي انت لسه واكله هي دي الدهون اللي بتبقى طالعه على الشفاط. امال هو بيشفط كل ده بيطلعه بره. ده انا اللي هتشفت. انا مش عارف البتاع ملزوق لزقه. اعوذ بالله. طب يعني انت بتجازف على يدكم يا بجازف. جماعه عشان الشفاط لو حصل له حاجه اروح يشتري واحد جديد. هو مش عايز يروح يصلحها عشان يدفع 30 40 جنيه فهو بيحاول يصلحها. صح يا ابو بدر؟ اصل مفيش حد فاتح بالليل وبعدين انا عايز اصلا حاجه ادق عليها. انا لسه عامله الشقه والله العظيم. لسه عامله الشقه ومخلصها هبهدل لي الدنيا. انت ما هو دي كده بتطلع. دي بتطلع بس عايزه. طب استنوا معايا. انا خطوه جهنميه. خدته جهنم. بس هو بيعمل ايه؟ شفتوا يا جماعه يا جماعه انا عايز ادق على الموتور افتحه بحيث ان انا انضف الشكون اللي جوه. طبعا انا مش عايز ادق على الرخامه ولا عايز ادق على السيراميك. عايز ادق في حته تستحمل في الشارع بقى. عشان بصوا خلاص انا لسه مخلصه والله. بصوا يا جماعه لسه حتى ما فرشتش السجاد. معلش الله يعينك بقى. هتدق فين بقى؟ انا عماله اقول لك بقالي كام يوم. ابو بدر بيقول اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ في اللي كتب عليا بعد سنين. اعمل ايه؟ حرام حرام والله. انا جاي من الشغل همدان وطالع عيني. واحنا قاعدين. اخرتها. ايوه صح. انا بقالي كام يوم بقول لك على الشفاط ده. ما انا كنت عايز اطلع حل يوم الجمعه والله. ما طلعتش ليه؟ انت عمال تشرب لنا في سجاير. اعمل ايه؟ برتاح باخد. عايز انت عملت حاجه؟ ما شفناش اي انجاز يعني ولا اي حاجه ولا اي انا استاذ في اي حاجه. طب ورينا يا استاذ. الحمد لله. صدقوني اللي بدل ما يكحلها يعملها. انا بقول لكم كده اهو. هيبقى احمد وابنه. مش عايزه اقول لكم بدر عامل ايه النهارده وكسر ايه. بدر دمر الدنيا. سايب لي سايب لي الفتحه دي ليه؟ قافلها حاجه زي لا صرصار ولا حاجه تخش مني. صرصار؟ يبقى بركه ما كانتش في بيتك. حاسين الدنيا مشبره كده يا جماعه ولا انا متهيألي؟ مش كده عايز افتح حته افتح لما تقولي لازق لازقه وخايف نعمل بالفك كده اهون. هتتعور. والفراخ المحمره اللي انت لسه واكلها. الدهون دي بقى كلها من الاكل ده. يبقى لازم في ضريبه. الشفاط باص بيقول لك ارحمني يا احمد من الاكل اللي انت عمال بتاكله. ابو بدر بيقول هعمل حاجه حلوه هيكهربنا حال. والله مش كهرباء. انا ممكن اطلع اركبه واثبته. تمام. اقعد الصبح اخده اوديه وخلاص. بس كده. واشتري دماغي. لان هو اصلا يحتاج معاه قرف شويه. خدوا بقى الصبح ودي. شفتوا؟ مش انا بقول لكم بدل ما الكحل. لا مش هبقى اصل انت بالليل. انا ممكن انا هدق فين دلوقتي؟ لا ما تدقش وما تعملش حاجه وما تبهدلش الدنيا عشان انا بص خلاص. انا لو خدت ودقيت لازم اخد حته فاضي. هي ما فيش الا الشارع. هو الشارع. هيجي الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 1. خلاص كده ايه البتاع ايه اتقفل خلاص. اثبته كده والصباح روح. ايوه كده صح. اطلع بقى عشان انا بقول لكم يا فرحه ما تمت. خد الغراب وطار. رحنا على بطه ورحنا على جمل وجينا على بطه. هو بصي هو كده اتثبت
انا خلاص عرفت تثبيته ازاي. مسمارين الحيطه تثبيت تمام. ابو بدر مش عايز يحط الشبكه حاجه تخش، لا ماليش دعوه. ايوه كده. اهو ركب بذمه، ما تضحكش عليا، بتاع مش رمرت. ايوه كده صح. الصبح بقى. بس انا عندي في الورشه سهل، اما هنا يبقى صعب، مفيش حاجه امسكه بيه ولا الكلام ده، فلازم يطلع، ما ينفعش ما يطلعش. ماشي. يلا يا جماعه اشوفكم على خير. لو عجبكم لو عجبتكم لو جت الحزينه تفرح ما لقيتلهاش مطرح. اقول لكم بقى عملت ايه النهارده. انا بقى نزلت الصبح، رحت الشغل وجيت من الشغل خدت البتاع من فوق. ايوه اللي هو ايه بقى؟ اللي انا بوظته. اللي هو بوظ. ما عرفتش اعمله يعني. خدته امتى بقى؟ خدته المغرب. قبل خدوا المغرب يعني. الدنيا كانت هتضلم علينا يا جماعه. فطبعا الدنيا لما كانت هتضلم انا خفت، جبت الكرسي اللي هو قاعد عليه ده وقعدت في المطبخ وشغلت النور، طبعا سايب لي الفتحه دي مفتوحه. المهم انا خدته وظبطته وقمت جاي مجبس لها الحيطه فوق زي ما انتم شايفين. قال لي هو الراجل قال لي تعالى خده بكره. قلت له بكره؟ طب والفتحه اللي انت سايبها بقى دي، ده انا قاعده من ساعتها على الكرسي ومستنياك تيجي اقول عشان ما فيش حاجه تدخل منها. قام قايل لي لا ده هو قال بكره. قلت له خلاص ماشي. قال لي لا. قلت له لا اتصرف بقى وسدها لي باي حاجه. فجاب الكيس ده زي ما انتم شايفين وقعد يلزق فيه كده عشان ما فيش حاجه تدخل. طبعا انا مش مقتنعه برضو لان اللزق فك اهو، ممكن اي حاجه تدخل. وبعد كده فبعد كده بقى اتصل بيا قال لي الشفاط خلص وجابه. طبعا احنا بالليل حالا معديين الساعة 12:30، فهو بقى يطلع يركب لنا الشفاط. قال لك في ايه بقى؟ عنده بس بقى لما انا اطلع اركبه عشان اخش انام. العظيم. عمل في ايه يعني؟ معرفش بقى، ولا سبت له خلاص وقال لي 100 جنيه. قلت له يا عم ماشي. قال له 100 جنيه. استنى كده اما يكون في فار ولا حاجه ورا ولا حاجه. بقى الفار ده بعيد. بص بالراحة عشان بدري ما يصحى. غرمنا في المشوار ده 100 جنيه. خدي لازم. هو قضاء وقضاء. هو الشفاط اهو هو كده صح كده، ركب 100 اهو تمام كده اتقفل. كده بقى احنا نعمل ايه؟ نشغل العصفورة دي ونربط. دي نظام عصفورة الزنق. بتزنق في الحيطة يعني عشان ما يتحركش يمين. دي بدل المسامير كده يعني. ولا شمال. تمام. انا عايزه اقول لكم ان هو هيركبه مؤقتا، لان انا هخليه ينزله تاني ويجيب لي بتاع دهون عشان الدهون اللي فيه دي. طب هات البتاع دي اللوم دوسوا اللايك. بصوا يا جماعه، دوسوا لايك لو عجبكم الفيديو. وانا متشعلق. استنى بس، هو انت متشعلق والكم مرفوع ليه؟ الكم مرفوع ليه؟ هو رفع لوحده يا جماعه. ايوه كده شاطر. ودي كمان ركب صح؟ يلا دي الاول. طب ما نجرب الاول، ناخد اللقطه. بسم الله. بصوا يا جماعه كده تفتح كده تفتح يا فرحه ما تم كده تفتح. ما بيشتغلش. ضاعت فلوسك يا صابر. انا دافع 100 جنيه. ازاي بصوا لي يعني؟ كده بس، بصوا لي. انا دافع 100 جنيه. ضاعت فلوسك يا صابر. الشفاط ما اشتغلش يا جماعه. وبعدين شكله هيتخلع تاني. هو جربها لك قبل ما تجيبها قدامك؟ امال ايه اللي حصل يعني؟ مش شغال اهو. بصوا يا جماعه، اتضح ان الفيشه هي اللي باظت
ودفع ال 100 جنيه على الفاضي. البتاع الشفاط ما كانش فيه حاجه، الفيشه اللي بايظه. طب هنعمل له ايه؟ بصوا هو حط هنا في وصله وشغلها، اشتغل. بيشيل هنا ما بتشتغلش الفيشه اللي فيها حاجه.